انا مش محتاجة ادفع 700 جنيه عشان اجيب دستة جاتوه لما يجيلي ضيوف على غفلة، او لما ولادي يقولوا لي نفسنا ناكل حاجة حلوة. انا بعمله احلى اوفر واجمل في البيت وبوفر تمن دستة الجاتوه. جربي معايا الفكرة دي بقى، موفرة جدا، هشة جدا، مش ممكن جمالها. مش هتجيبي جاتوه بعد كده من عند الحلواني، هتعمليه معايا في البيت. جبت هنا حوالي بيضة 2 3 4. الأربع بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ورشة من الفانيليا، كوباية ونص من السكر. هقلبهم مع بعض لغاية ما السكر يدوب خالص والقوام يفتح. هنزل عليهم بكوباية من الزيت وهقلب. بعد كده هنزل بكوباية من الحليب وهضربهم كده مع بعض. هجيب بقى كوباية دقيق هنخلها، اهم حاجة نخل الدقيق عشان ده بيفرق قوي. هجيب كوباية كمان هنخلها برضو، يعني كوبايتين من الدقيق، كوباية الا ربع من الكاكاو الخام، وكيس من البيكنج باودر، ورشة بسيطة من الملح. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض. بكون بقى مجهزة الصينية بتاعتي البايركس مقاس 26. بدهنها دهنة زيت وبنزل بمعلقة كاكاو. هخلي الكاكاو كله يغلي في الصينيه، والكاكاو الزياده اللي في الصينيه بتخلص منه. هنزل بقى بخليط الكيك وبكون مسخنه الفرن من قبلها بنص ساعه، ودي خطوه مهمه جدا لنجاح الكيك وارتفاعه. هنا بقى بجيب حوالي كوبايه كبيره من الكريم شانتيه وكوبايه كبيره من الحليب الساقع، بضربهم بالمضرب لغايه ما القوام يبقى كريمي. تمام تمام. تعالوا بقى نطلع الكيك بتاعي. انا طلعته ما خرجتهوش على طول من الفرن عشان يفضل عالي زي ما انت شايفه كده، ما يهبطش منك. وما تفتحيش على الكيك غير لما تشمي ريحته عشان تختبريه. تمام تمام. هنا بقى زي ما انتوا شايفين بقشر الكيك من فوق، وطبعا اللي بقشره ده مش هيترمي. هقولك بقى هعمل فيه ايه. صلوا على الرسول حبايبي. اهم حاجه ما تنسوش كالعاده، لو انتوا وصلتوا معايا لغايه هنا، ما تنسوش كمان تقولوا لي بتتابعوني منين في الكومنتات، عشان بتشرف بيكم وبحبكم قوي. كده خلاص شلت الوش بتاع الكيك كله. خلاص كده اهو. هنركنه دلوقتي على جنب. بجيب بقى الكيك بتاعي، طبعا بكون عندي 4 اصابع من الموز، بقطعهم شرايح بالشكل ده وبرصهم على الكيك. شايفين الكيك طالع هش ازاي وقطني؟ دي انجح طريقة للكيك اللي بالشوكولاتة. خلاص كده زي ما انتوا شايفين رصيت الموز. بنزل بقى بالكريم شانتيه اللي انا ضربته معاكم، وهسويه بقى بالمعلقة السيليكون بتاعتي. هفرده بقى كله كده اهو، شايفين؟ فردته كده بالشكل ده من على الوش. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في بواقي الكيك اللي احنا شلناه من على الوش. هضربه في الكبة بتاعتي لغاية ما ينعم ضربة والتانية كده، عشان يبقى ناعم معايا ويبقى باودر. خلاص اهو، شايفين بقى باودر معايا. يلا بينا بقى هنجيب الصينية بتاعتنا، وعلى الوش بقى هننزل بالباودر بتاع الكيك كده من فوق اهو، شايفين؟ خلاص كده يلا نقطعها بقى ونقدمها. بجد من احلى الكيكات. تسميها كيك تسميها جاتوه، بجد رهيبة. لازم تجربي الفكرة دي، هتعجبك قوي قوي. ولو عندك ضيوف او جالك ضيوف على غفلة، على فكرة هتقومي تعمليها مش هتكمل معاكي 10 دقايق. سهلة جدا، ومكوناتها زي ما انتوا شايفين يعني موجودة ان شاء الله ان شاء الله عندي. انزل بقى بصوص الشوكولاتة من على الوش بقى وتقدميها بقى الطبق كده زي ما هو. شايفة الطبق مع اي عصير لما يجيلك ضيف على غفلة، او ولادك لو قالولك عايزين ناكل حاجة حلوة، هتعمليها على طول. وطعمها بجد حكاية قد ايه هشة كريمي، ومع مش قادرة اوصف لكم بجد. مش هقدر اوصف لكم ولا اشرح لكم جمالها اكتر من كده غير لما انتوا تجربوها وتبعتولي وتقولوا لي رأيكم فيها. ما تنسونيش بكومنت حلو زيكم حبايبي. ما تنسوش تعملوا الفيديو لايك وشير لو انتوا شايفين المحتوى بتاعي بيفيدكم. ما تبخلوش عليا بالكومنت الحلو.